مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جايبة لكم شقة جديدة في الإسكان الاجتماعي. شقة عروسة، عاملة فيها كده شوية ديكورات وحاجات بسيطة وجميلة. هي في دخلة الريسبشن كده، حاطة جزامة، وعليها كده ديكورات، وحاطة نيش جنب الجزامة، وعاملة باب مصفح، وحاطة شاشة. هي مش جايبة سفرة يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، وحاطه كده انتريه عند البلكونه، وفي النص كده ترابيزه. شكلها جميل جدا، وعامله كده ستاير بالون الانتريه وديكورات كده جميله. هي عامله حاجات كده بسيطه والوان فاتحه زي ما انتوا شايفين كده، وعامله ديكورات كده حلوه على الترابيزه. انا حبيت افيدكم من الشقه دي يا جماعه. شقه جميله جدا جدا، دي شقه عروسه في الاسكان الاجتماعي. ده النيش بتاعها، هي بتورينا الحاجات اللي جوه النيش. عامله في حاجات كده بسيطه، ودي الحاجات اللي هي حطاها زي ما انتوا شايفين كده، وعامله ديكورات بسيطه وحاجات جميله جدا زي ما انتوا شايفين. انا قلت افيدكم من الشقه دي يا جماعه. الشقه دي فيها ديكورات كده بسيطه والوان فاتحه وحاجات جميله جدا زي ما انتوا شايفين، فحبيت كده ان انا افيدكم بيها. تطلعوا بافكار منها حلوه من الشقه دي يا جماعه. سواء بقى في الفرش، في التوضيب، في التنظيم زي ما انتوا شايفين كده. وعامله ديكورات كده على الجزامه، شكلها تحفه قوي وجميل زي ما انتوا شايفين، وعامله الوان كده هاديه وبسيطه. وعامله الستاره بنفس لون الانتريه، فشكلها جميل جدا. وعامله نفس الستاره على الطرقه، وستاره تانية خفيفه. ودي الطرقه بتاعتها كده عامله فيها ديكورات بسيطه خالص زي ما انتوا شايفين، وتابلوهات كده بسيطه في الطرقه. انا حبيت كده اديكوا افكار يا جماعه من الشقه دي. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعيل زرار الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. بعد كده هندخل على اوضه الليفينج. هي عامله كده فيها زي ركنه، وعامله ديكورات كده بسيطه وجميله، وترابيزه كده عليها ديكورات شكلها جميل جدا، وعامله تابلوهات كده، وعامله شاشه في اوضه الليفينج زي ما انتوا شايفين كده. هي حاطه فيها حاجات بسيطه ورقيقه، وكل الوان الشقه فاتحه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. انا حبيت اديكوا افكار من الشقه دي، هتستفيدوا يعني منها وكده. بعد كده دي غرفه الاطفال. هي فرشها بطريقه حلوه ومنسقه، وفي مساحه حلوه للحركه. هي حاطه سريرين كده مش كبار، وفي النص فيه كومود بمرايه، وحاطه فيها كده سجاجيد ودولاب، وعامله كده ستاره على الشباك فشكلها جميل جدا. وعامله برضو غرفه الاطفال بالوان فاتحه. ده كده الدولاب. هي بقى بتورينا الحاجات يعني اللي هي ايه، رصها بطريقه كده شيك وحلوه ومنظمه. لو حبيتوا تاخدوا افكار من فرش الدولاب يا جماعه بتاع الاطفال، هي حاطه فيه بقى الحاجات بتاعتها. ده فرش عروسه يا جماعه، فرصاه بطريقه كده شيك وجميله زي ما انتوا شايفين. انا بحاول كده ان انا افيدكم بفرش شقق الاسكان الاجتماعي، او من توضيب الشقق، سواء بقى من ديكورات، من عفش، لتوضيب، لتشطيب، بحيث ان انتوا تستفيدوا منها. لو انت بقى عروسة جديدة وبتوضبي بقى في شقتك، تستفيدي من الشقة. او لو انت بقى مستلمة شقتك في الاسكان الاجتماعي، فبحاول اديكوا كده افكار للفرش والتشطيب والتوضيب. وكل واحد برضو يا جماعة بيعمل حسب ذوقه وحسب امكانياته زي ما انتوا شايفين كده. هي غرفة هادية وبسيطة وجميلة. بعد كده هندخل على غرفة النوم. فرشها بطريقة حلوة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي شقة عروسة، ففرشها بطريقة كده جميلة. حاطة كده الدولاب في الوش، وحاطة السرير تحت الشباك، وعاملة كده نجفة بسيطة في السقف، وفرش السرير بطريقة شيك وجميلة زي ما انتوا شايفين. وعاملة الغرفة على قد المكان. بصوا التسريحة كده مش كبيرة قوي، فمش واخدة مكان في الغرفة، وعاملاها بطريقة كده بسيطة وجميلة، وحاطة عليها بقى الايه، الميك اب والحاجات بتاعتها. وده الدولاب برضو منظماه ومنسقاه بطريقة حلوة، تقدروا تاخدوا افكار من تنظيم وترتيب الدولاب. هي عاملاه بطريقة حلوة كده، علشان دي عروسة وكده، فبتورينا بقى الحاجات اللي هي موضباها وجايباها
لو حابين ان انتوا تاخدوا منها افكار هتستفيدوا من الشقة دي يا جماعة، جميلة جدا، وعاملة فيها ديكورات بسيطة، مش مكسرة في الشقة ولا أي حاجة، ولا في المطبخ ولا أي حاجة. هي مخلية الشقة زي ما هي، بس بقى بطريقة وتنسيق حلو بيخلي الشقة بتاعتك جميلة زي ما انتوا شايفين كده. عاملة حاجات بسيطة جدا جدا وحلوة، والوان الغرفة هادي كده وجميل ومريح للعين. زي ما انتوا شايفين هي بتورينا كده الدولاب بتاعها. لو حابين تاخدوا افكار من طريقة فرش الدولاب، الرص، طريقة التوضيب بتاعة الدولاب، فانا بتيح لكم الفرصة ان انتوا ايه تاخدوا كده افكار من طريقة فرش الدولاب. زي ما انتوا شايفين كده هي غرفة جميلة وعلى قد كده المكان، مش عاملة حاجة يعني ايه كبيرة او كده. فلو انت بقى عروسة وبتوضبي في شقتك في الاسكان الاجتماعي تقدري ان انت تاخدي المقاسات على قد الغرف. بعد كده هندخل على المطبخ، فرشة بطريقة جميلة واخد معاها كل الأجهزة، حاطة كده البوتاجاز والتلاجة، وعاملة زي ضلفة نيش كده صغيرة في المطبخ، شكلها جميل جدا، ومنظماه ومنسقاه بطريقة حلوة، وحاطة الديسبرنسر، وده كده زي نيش صغير في المطبخ. فرشة بطريقة حلوة ومنظمة ومنسقة زي ما انتوا شايفين، واخد معاها كل الأجهزة. هي مقفلة المطبخ لحد فوق يا جماعة، لحد السقف. حبت تستغل كده وتستفيد بالمطبخ زي ما انتوا شايفين كده. عاملة وحدات بقى وحاطة الأجهزة بتاعتها والأطباق والحاجات اللي هي جايباها، وعاملة وحدة كده مقفلاها للميكروويف. بص هي مقفلة كده المطبخ لحد السقف فوق عشان ياخد معاها حاجات أكتر. آه طبعا لما بنقفل المطبخ لحد فوق احنا ممكن نحط الحاجات اللي هي ايدينا ايه مش بتيجي عليها او مش بنستخدمها باستمرار، وتحت بقى الحاجات اللي احنا بنستخدمها على طول نقدر نحطها في الضلف القريبة، ويبقى كده استغلينا المساحة بتاعة المطبخ بدل ما تبقى من فوق كده فارغة بنحط بقى عليها الحاجات الزيادة. لا احنا بنقدر نعمل وحدات نخزن فيها الحاجات الزيادة عندنا. وفي الاتجاه التاني بقى مقفلة برضو تحت الحوض بطريقة حلوة قوي، وعاملة وحدة تخزين كده جميلة برضو. ودي المطبقية اللي هي فوق الحوض زي ما انتوا شايفين، عاملاها بطريقة كده جميلة، عاملة لون برضو فاتح اللي هو الاوف وايت. فالمطبخ ما شاء الله شايل معاها كل الأجهزة. ودي وحدة فوق التلاجة كده برضو، وحدة تخزين حاطة فيها الحاجات بتاعتها برضو اللي بتستخدمها في المطبخ. ودي كده التلاجة، ومعاها مساحة كويسة للحركة في المطبخ. هي رصاه وفرشة كده بطريقة جميلة. باي باي.